السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة بيت سارة. النهاردة بقى يوم كله نشاط، يوم كسل ويوم نشاط. يعني ايه صحيت من النوم على المنظر ده، نضفتش المواعين بعد العشاء، فكان المنظر زي ما انتم شايفين كده، مواعين عايز يتشال. الحمد لله نضفت، ظبطت الدنيا قبل اي حاجة خالص. وبعدين بقى قعدت وفطرت. عملت الفطار. طبعا الفطار كل واحد ليه ذوق، يعني البنات مثلا بيشربوا شوكولاتة، باباهم بيشرب شاي سادة، انا بشرب شاي بلبن. مش هينفع طبعا نشرب شاي سادة. الحمد لله ان احنا يعني سمحولنا بالشاي بلبن عشان الحديد بتاعنا برضو ما ينزلش تحت. عايزه اقول لكم اهم حاجه بالنسبه لنا وجبه الفطار. اهم حاجه بالنسبه لك بجد هي وجبه الفطار. وجبه الفطار دي هي اللي بتخليكي قادره تكملي اليوم. يعني افطري واخري الغدا براحتك، افطري وما تتعشيش، كلي زبادي مثلا على العشاء، لكن الفطار ده هو اللي هيديكي طاقه. في ناس مش متعودين ان هم اول ما يصحوا يفطروا، بس بجد حاولوا تعودوا نفسكم على العاده دي. الفطار الصبح هو بيفرق جدا، وكمان اولادك لما بيشوفوكي كده هم كمان بيتعودوا على كده. يعني ما ينفعش مثلا تكوني انتي بتصحي ما بتفطريش وبتلوميهم هم ليه مش بيفطروا لما بيصحوا من النوم. او تقولي مثلا انا عيالي بيصحوا من النوم على المدرسه على طول ما بيرضوش يفطروا. طب ما انا ما عودتش من الاول. ففطار اي حاجه، ان شاء الله سندوتش جبنه، اي حاجه، بس لازم تشغلي معدتك مكان النوم. تمام. طيب احنا بقى عملنا ايه؟ زي ما قلت لكم، عملت الشوكولات للبنات، وعملت الشاي الساده لباباهم، وعملت لنفسي شاي ايه؟ شاي بلبن. واحتفلوا معايا كده بالمج الجديد بتاعي. هو مش مج، هو تقريبا طبق كبير جدا، طلع كبير جدا وتقيل جدا على الايد، يعني مش اللي هو، بس حلو حلو عشان يظبط الدماغ يعني. حتى انا ما مليتوش كله، انا لو مليته كله هنقعد طول اليوم بنشرب فيه يعني. بس وعملت سندوتشات، عملت لهم بيض بالصدق عشان يبقى فيه بروتين وكده. فطار فيه بروتين يعني، عشان انا عارفه ان انا عندي شويه شغل النهارده. وفي اخر الفيديو هقول لكم الكراسات بتاعتي، الكنز بتاعي، ازاي الكراسات بتاعتي دي انقذتني جدا في ايام الشغل. المهم انا قسمت شغل البيت. بعمل ايه كل شهر؟ بدخل اوضه اوضه كده واشوف ايه اللي المفروض يتظبط فيها. فالنهارده كان عندي ان انا اشيل الفرش بتاع الانتري. الانتري عندي بيتوسخ بسرعه جدا، بيبان فيه التراب بسرعه جدا عشان هو لونه اسود. ف صعب يعني. شلت الفرش وهنضف بقى الانتري نفسه. والفرش بشيله بغسله. احنا كمان التنظيفات دي مهمة بالنسبة لي يعني، لان انا ان شاء الله باذن الله كلها شهر وحاجة بسيطة كده واولد بالسلامة يا رب، ادعولي يعني. فعايز الحق اعمل التنظيفات العميقة دي قبل بقى ما البيبي يجي ويشرفنا ان شاء الله بالسلامة يا رب. كان في بنوتة جميلة قالت لي جربي الاوكسي مع باهي. فانا جربتهم ولسه والله مش عارفة الدنيا ايه. يعني هشوف كده واقول لكم هم فعلا حلوين مع بعض ولا لا. مرضتش اقول لكم عليهم الا بس لما اتاكد ان هم حلوين. ده كان اول مره اجربهم. فرش الانتري كانوا هما 7 قطع. فانا اخدت 3، 4 لوحدهم و3 لوحدهم. تمام. فدول الاربعه اللي خدتهم. وبعدين بقى وقفت عملت الغدا. الغدا طبعا كان سهل جدا. ليه سهل؟ عشان احنا مجهزين حاجاتنا وحطينا في الفريزر. انا يا دوب الصبح لما صحيت طلعت البانيه وطلعت الصلصه بس كده. وهنعمل بقى مكرونه وبانيه. تمام. المكرونه اللي جنب البانيه بحبها بالثوم. طبعا ممكن تعمليها بالبصل، ممكن تعمليها من غير حاجه خالص زي ما تحبي. بشوح التومه شويه كده صغيره. وبعدين بنزل عليها بمعلقتين صلصه. صلصه اللي هي برطمان الصلصه الشهري اللي احنا بنجيبه ده. تمام. لانه المكرونه بتاعه اللي بالذات اللي جنب البانيه بحبها حمرا، يعني احنا بنحبها حمرا جدا، بنحبها جوسي وكده. فبشوح الصلصه في التومه قبل ما احط الطماطم. الحركه دي بتفرق جدا جدا جدا. وبحط الطماطم اللي احنا شايلينها اساسا معصوره ومتسبكه، مش هياخد معانا وقت خالص. وبحط لها ملح وفلفل اسمر ورشه سكر. بس خلاص خلصنا، عملنا صلصة المكرونة. احنا فاضل لنا نسلق المكرونة زي الفل، احنا تمام كده.
هناخد بقى البانيه واحنا برضو متبلينه وشايلينه في التفريزات بتاعتنا في فيديو التفريزات. حطيت له بس بيضه فيه، مش هقعد بقى اخد واحده واحده واحطها في البيض وبعدين احطها في الدقيق، لا لا، بحط البيضه كده وبحط الفلفل الاسمر بتاع البيضه. ده كده كده متبلين البانيه، بس عشان بيضه فلازم فلفل اسمر عشان الزفاره بس. وقلبت البانيه في البيضه بالفلفل الاسمر كويس. عايزه البانيه مقرمش فحطيه في بقسماط، هيبقى مقرمش من بره وطري من جوه. عايزاه بقى طري اصلا البانيه كله طري، لا اعمليه في دقيق بس من غير بقسماط على حسب بتحبي ايه. فوالله انا بحب المقرمش بس اسناني ما بتحبش. يعني أنا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا اسناني كل شويه فيها مشكله، فبحطيته في دقيق بس محطيتوش في بقسماط. والموضوع بيبقى سهل جدا، الدقيق تحطي له حبه ملح وحبه فلفل اسمر، وعايزه تحطي اي حاجه ملونه، عايزه تحطي بابريكا عشان يديله لون احمر، عايزه تحطي كركم، تحطي كاري، حطي اللي تحبيه. انا حطيت ملح وفلفل اسمر بس. وبعدين تبلت البانيه في الدقيق وزي الفل كده، وعملت طبق سلطه حلو كده جميل جنب الاكل، وحمرت حبه بطاطس. والحمد لله الحمد لله اليوم خلص ومحدش يطلب مني ادخل المطبخ تاني خلاص كده. عملتهم كمان عصير مانجا، يعني الحلو كمان موجود اهو. مش قادره اولع فرن واعمل حلويات. تعالوا بقى اوريكم الكراسات بتاعتي. انا عندي 3 كراسات. في كراسة اللي هي بتاعة المنيو الاسبوعي، انا الاسبوع ده هاكل ايه، وده بيسهل عليا جدا. وكمان بكتب فيها التنظيفات الشهرية، زي ما قلت لكم بدخل اوضة اوضة، بشوف مثلا اوضه التلفزيون، اوضه البنات، الصاله، اوضه النوم، كل حاجه محتاجه ايه. تمام. فمثلا بدخل مثلا اوضه التلفزيون، اشوف مثلا في فرش، في حاجه عايزه تتنضف، الحيطان عايزه تتنضف، ال ال الجزامه، انا الجزامه حطاها في اوضه التلفزيون، الجزامه عايزه تتظبط. فكده يعني خلاص بكتب كل حاجه، بكون بكتب جوه الاوضه عشان تبقى عيني شايفه، ما بجيبش من دماغي. تمام. ادخل مثلا اوضه البنات، هكذا في دواليب في حاجه. ادخل اوضه النوم، السفرة والصالة. السفرة والصالة عندي عشان مفتوحين على بعض فانا بعتبرهم حاجة واحدة، فبتعامل معاهم معاملة واحدة، اللي بعمله هنا بعمله هنا. تمام. طيب انا كده مسكت المنيو الاسبوعي وخلصت التنظيفات الشهرية بتاعتي. دي بقى الكراسة دي شفتوها معايا قبل كده، اللي هي كراسة الميزانية. بظبط فيها الميزانية، بشوف انا محتاجة ايه، هيتكلف كام، طلباتي ايه، في حاجة ينفع اوفر فيها، في حاجة ينفع اقلل فيها، حاجة ازود، هكذا. تمام. وريتكم الكراسة دي قبل كده وكويسة جدا في موضوع الميزانية، وعلى الورق بيكون اكتر من الحقيقة. دي بقى الكراسة اليومية بتاعتي. الكراسة اليومية بتاعتي دي انا بكتب فيها اللي انا بعمله خلال اليوم. تمام. كمان ايام الشغل بالذات، بجد التنظيم عندي بيكون بالساعة. يعني بصوا مثلا اقول مثلا من 7 ل8 كذا، من 8 ل9 كذا بالساعة بجد، عشان يومي ما يضيعش على حاجات مش مفيدة وارجع اقول عشان انا بشتغل. طبعا دلوقتي عشان احنا قاعدين من الشغل فبيبقى اليوم من غير ساعة ولا حاجة، بس بكتب الحاجات اللي المفروض تتعمل النهارده. يعني مثلا كتبت النهارده في عندي غسيل، في لم فرش، في اكل، بكتب ايه الاكل اللي المفروض كان هيتعمل النهارده. بشوف بقى انجازاتي ايه، انجازاتي اليوميه، اذكاري، صليت ولا لا، طلعت صدقه ولا لا، كده. بجد الموضوع ده فارق معايا جدا جدا جدا، وبيبقى معايا وقت وبعرف انا عندي ايه، وما بنكتبش حاجات فوق التوقعات. بس كده. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش من صالح دعاكم واللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة يا حبايب قلبي، باي باي.